السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم نشد معكم جوج تحليات رائعين وبنان، الفريز والكراميل. بالنسبه لهاد الكراميل حشيته بالمكسرات وزينته بالكراميل، والفريز زينته بالفرomboise والميرتيل. بالنسبه للكراميل اللي زينت به انا صايبته هو هذا. الا بغيتوه كتبوا لي في كومونتير ونصايبوا لكم. هذا كيصلح الحلويات وحتى التحليات. ندوزو للطريقه والمقادير. حاجتنا في بسكوي وحاجتنا في فلون ديال الكراميل والحليب 500 ملل والكريم فريش 200 غرام والكؤوس اللي غنوضعوا فيها التحليه. كناخذ البسكوي كنديرو في هاشوار وتنضيفوا ليه واحد نصف كاس ديال الزبده مذوبه وندوزو في الهاشوار باش يتلبس الزبده ويتهاشر. صافي كنديروه بعد ما لبسناه الزبده غندخلوه نديروه في نديروه في الكؤوس. نوضعوه في الكؤوس نضغطوه بهذا الكاس ديال ليت اللي اولا شي حاجه نضغطوه بها باش يهبط في القاع ديال الكاس، باش من نصبوا عليه الكريم ديال الفلون ما يتهش. صافي تناخذ واحد الاناء نوضعوا فيه الحليب ونوضعوا فيه الساشي ديال الفلون. انا عندي هاد الساشي الكبيره ما كنديرش السكر، حتى الساشي الكبير كتكون حلوه فيها السكر، اما الصغيره ما تكونش فيها السكر. صافي كنضيف واحد المعلقه ديال مايزينا اختياري اللي بغى يضيفها ونحرك مزيان ونوضعو فوق النار. بعد ما تيغلي تنحيدو تنوضعو فواحد الاناء تيبرد وكندخلو للثلاجه. صافي نخليوه جانبا يبرد وعاد ندخلو للثلاجه. بالنسبه لهاد الفرomboise والفريز هادو هما اللي غنزين بهم التحليه ديال الفريز. وعندنا 3 معالق ديال السكر سنيده ونديروهم فوق واحد الاناء وديرو فوق النار. صافي ناخدو الفلون ديالنا اللي برد غنضيفو ليه 200 غرام ديال الكريم فريش مسوسه وغنضيفو ليه 2 معالق ديال الكريم شونتيي غبره ونطلعوه. هاد الاضافات اللي بغى يديرهم يديرهم، باش يديرهم ما يدخلش الكريمه هذاك الفلون للثلاجه يبرد، يكبو في الكؤوس نيشان. هاد الاضافات اللي درتهم انايا دخلت هذاك يبرد عاد زدت عليه كريم فريش وشونتيي. صافي طلعوا بحال الكريمه، بديت نملأ بهم الكؤوس عاد ندخلهم للثلاجه. كناخذوا نفس الطريقه اللي درناها الفلون ديال الفريز. ضفت عليه انايا كريم شونتيي وضفت عليه دانون طبيعي. ما ضفتش الكريمه ليه حيت ضفت الكريمه مسوسه ديال الفلون ديال الكراميل حيت باش تكسر ليه الحلاوه، اما الفريز درت ليه غير طبيعي. بعد ما بردوا في الثلاجه بديت كنزينهم بهذا الفرomboise والميرتيل حتى هو طيبته خليته حتى كيبرد. والكراميل غنزينهم بالمكسرات وبالكراميل. كتطلع التحليه رائعه، ما كتطلعش بحال الفلون عادي بدوك الاضافات اللي ضفت ليهم. صافي كناخذ المكسرات. انا عندي هنا القرقاع وعندي اللوز محمرين ومهاشين وعندي قليل من الزبيب. كل واحد يزين باش ما بغى. تقدر تزينيها بالكراميل اولا بديك الساشي كتباع مع العلبه ديال الفلون، كتكون فيها واحد الساشيه سائله كراميل سائل. انا زينت عليهم المكسرات، زينتهم بالمكسرات وغنضيف عليهم الكراميل اللي صايبت. ندير خطوط ديال الكراميل. للاسف ما طلعوش ليا الخطوط رقاق، كنزين غير بلاستيكه ماشي مشكل. انا زينت هذا بالكراميل ديالي وغنوريكم الكراميل السائل اللي كيتباع كيفاش ما كيكونش باين، كيكون غير بحال النقاط خفيف. اما هذا الكراميل زوين. هذا اللي صايبته، الا بغيتوه نصايبو لكم في القناه كتبوا لي في الكومونتيرات ونصايبو لكم. شوف كيفاش كيطلع ثقيل خاتر. كنصايبو به الحلويات وصابلي وصابو به حتى التحليات.
جربوا هاد التحليه رائعه مختلفه على التحليه ديال الفلون، وبهاد المكسرات وبهاد الميرتيل والفرامبواز كلشي موجود في هاد الساعه كيتباع الحمد لله. ودخلوا القناه وديروا اشتراك يوصلكم كل جديد. الى يوم جديد وصفه جديده. مع السلامه، في امان الله.